السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا وحشتوني قوي قوي بصراحة. النهاردة هعمل معاكم أكلة حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده، البسارية. بس دي كبيرة شوية. بعصر عليها ليمون، جبتها غسلتها، بتبقى حلوة قوي. انا كنت جبتها وحطيتها في الفريزر، فبحسها ان هي كتير كده. عملت نص كيلو، قسمته نصين، عملت نص مقلي ونص مشوي. بس فصه ابيض وزي العسل، مقرمش من بره في المقلي وطاري من جوه. طعم مفيش بعد كده. شايفين الجمال؟ بجد والله في منتهى الجمال، طعمها رهيب جدا. شلت بس ايه اللي انا هقليه، شلت بايدي كده بطنها بس، وسبتها زي ما هي. طبعا ما فيهاش قشور ولا اي حاجه. وقمت اخدها وشطفتها تشطيف حلو بعد ما عصرت الليمون كمان. وقمت مشطفاها بعد الليمون. وبردك التاني اللي انا هشويه. سبحان الله، أكلة جميلة وكتير يعني بفرط. شايفينها سمينة، حتى في الشوي أو في القلي تحسها إنها تخينة كده، يعني كلها فصوص وفصها أبيض. عملت لها بقى الدقة زي ما انتوا شايفين كده. فلفل عملته من اللي هو الحراق، بس مش قوي يعني، مش سبايسي يعني اللي هو صعب قوي. وحطيت كمون وتوم وكزبرة. وقمت بعد ما غسلته بقى وعصرت ليمون، بس ما كترش الليمون قوي عشان ما يبقاش مزز معانا. وقمت جايه مقلبه كله مع بعضه. طبعا ما بيستحملش ان احنا نعمله زي الشبار. بنرش عليه كده ونقوم لفينه بايدينا، ونسيبه ما فيش دقايق كده، 5 دقايق يكون شرب الدقه كويس. بس اكله جميله قوي على فكره. تمنه كان الاول 10 15، الوقت ب40 جنيه يعني. بسارية زي دي ب40 جنيه، سبحان الله. كل حاجة غلت. انا خلاص حطيت الدقة، جهزت بقى معايا الدقيق. طبعا بجيب الليمونة اللي انا عصرتها، باخد منها نصها كده القشرة، وبحطها في الزيت. منها بتشيل الزفارة والدخان، ومفيش اي زفارة خالص ولا دخانة خالص. اه بقوم جاية بقى حطيت 2 كده. وبقوم جاية بقى ماسكة 3 4، ومن الديل كده وبلها بلة بسيطة اهو بقلبهم وامسكهم. شوف راح عندي السردين واقوم بله حته صغيره واحده فلتت مني مش اشكال. بقوم جايباهم بقى ورصاهم مع بعض. اخد الديل في ثواني كده، ما ياخدش بقى وقت معايا. واقوم راحه بله الطرف بس كده، زي معجناها كده تمسك الديول مع بعض تبقى سهله بقى، بتقوم قلبها مره واحده، تاخدش منك وقت. الله على الجمال. هي صغيرة بس مش للدرجة اللي هي رفيعة قوي دي. وبعدين ما عادش فيه حاجة غالية ولازم يبقى فيه يعني نجيب الحاجة المعقولة، ومش مهم الحاجات اللي هي غالية. لو ان هي ب40 جنيه يعني ما هيش رخيصة، يعني كانت الاول ب10 وب15. سبحان الله. شايفين؟ باخدها مجموعة مع بعض كده واقلبها، بتبقى سهلة وبتدي شكل معانا حلو، ومقرمشة من بره وطرية من جوه، فصها أبيض ولذيذ. مع بقى طبق سلطة. شكليه بقى بمعرفتك كده بالبنجر والفلفل والليمون والثوم والطماطم والخيار، ما شاء الله يعني. بس أنا بصراحة جهزت بس السمك وما لحقتش بقى ان انا اعمل السلطة. بعدين كنت خلصت السمك، فقلت بقى اصوره وبعدين ابقى اجهز بقية الحاجة. انا حاولت ان انا اطول معاكم يعني الفيديو شوية، على اساس
تشوفوا منظر السمك طالع ازاي، حاجة كده وهم. شايفين الشكل؟ ما بالكوا الطعم بجد والله هاتوه مش هتندموا، طعمه في منتهى الجمال. شوفوا بقى وانت بتقلبيه كده تحسيه تقولي مشبك. هو مشبك في بعض تقولي مشبك. شوف الشكل في منتهى الجمال. كده خلصت السردين، يعني نص كيلو عمل لي كمية كبيرة بجد بجد، كمية كبيرة وكلنا وفض كمان. سبحان الله، بيبقى فيه بركة في الحاجة كده يعني سبحان الله. كده خلصت خالص. طبعا الزيت مش هنرميه يا جماعة خالص، احنا بنسيبه ونصفيه، يبقى فيه سمك او حاجة نعمل، ما كانش هنصفيه ونحطه نعمل به صابون. يعني مفيش حاجة عندنا تترمى خالص. انا جبت لكم بقى واحدة منهم عشان اوريكم من بره بتقرمش ومن جوه طرية والفص ابيض وتخين رهيب. بفرجكم بس ايه الشكل كده، مش بقول لكم مشبك. هو مشبك في بعض اهو، بس هو مشبك. طعمه جميل جدا. طبعا انا شويت بقى السمك التاني، انا جبت لكم واحده يعني اللي هي رفيعه قوي اهي، بتقرمش ومن جوه فصها تخين وابيض وجميل وزي العسل اهو. يعني مش رفيع لدرجه ان هو ما فيهوش، لا ده جميل جدا. كده انا خلصت بقى السمك ايه المقلي. البسارية ديت لذيذة بجد والله. رحت بقى ايه، نروح على السمك. احنا هنشويه بقى. حطيت عليه شوية ردة، ما يستاهلش بقى ايه ان انا ارص في البتاع المطرحة. قمت حطاهم وقمت حدفهم بسرعة في الفرن، لان انتوا عارفين يا دوب يشم النار كده بس، حاجة بسيط يعني حاجة بسيطة خالص، لان هو ما يستحملش جوه النار. انا عليت طبعا، ما وطيش ليه؟ إيه عشان ما ينشفش، احنا بنعلي علشان يتحمر ونطلع على طول، لان ده ما يستحملش في الفرن. ولازما ايدي تبقى خفيفة وانا بقلب، يعني لما بقلب الحاجة لازم تكون ايه، يعني ايه بدأت تحمر تكون ماسكة نفسها شوية. لو ان في بعض واحدة كده اتكسرت معايا على فكرة يعني، كنت مستعجلة ودي عايزة سياسة شوية. شايفين فصها روعة بجد والله، فصها في منتهى الجمال. انا كنت جايباه إيه، يعني قعد عندي يومين وطلعته من الفريزر فك، وقمت تاني غسلاه وظبطته زي ما انا قلت لكم، كل حاجة جاهزة. شايفين السمكة عسل، الله عليه بجد. ما تنسوش الاشتراك في القناة، واللي ما اشتركش يشترك يا جماعة، ولو أول مرة تشوفيني اشتركي ومش هتندمي، واعملوا لايكات. والسلام عليكم ورحمة الله.